السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. زي ما اتعودنا، لو سمحتوا اعملوا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس، اكتبوا لي كومنتات واعملوا لايكات كتير وشير علشان تدعموا القناة. ودلوقتي ميعادنا مع رسالة النهاردة، رسالة من حبيب لحبيبته، بس ليه عليها عتاب، عتاب بسيط شوية. فمش القصد من العتاب ده ان هو يقلل من محبتها ليه او يشكك في اخلاصها ووفائه ليه. علشان كده بيقول لها: انتي عارفة اني بحبك وبحبك قوي. عايز اسألك سؤال، انتي ليه بحسك طول الوقت جواكي مشاعر كتير عايزة تخرجيها، بس كأن في حاجة بتمنعك، كأن في حاجز بيني وبينك انا مش عارف ايه السبب فيه. انا عارف ان ان انتي بتحبيني قوي قد ما انا ما بحبك، ويمكن اكتر، وبشوف في عينيكي لهفة وشوق، وعارف ان انتي حنينة وانسانة جميلة جدا، بس بستغرب من سبب انك انتي مش معايا بشكل كامل، انك مش معايا يعني بمشاعرك وروحك بنسبة 100%. طول الوقت بحس ان في حتة ناقصة، مش عارف ايه السبب فيها. لما بقعد اتكلم معاكي وناخد وندي، بحس ان جواكي كلام كتير مش بتطلعيه كله معايا. ولما بنتكلم في التليفون بحس ان انتي عايزة تقولي حاجات بس عقلك بيقولك ما تقوليهاش. انا مش عايز ان يبقى في ما بيني وما بينك حواجز. انا مش بقولك اعملي حاجة غلط او حاجة حرام، كل واحد مننا ليه مبادئه وليه مجموعة من القناعات كده بيمشي بيها. انا متأكد انك انتي انسانة كويسة وانسانة متربية كويس وعندك مبادئ ماشية بيها، وانا طبعا عمري ما هطلب منك ابدا تعملي حاجة ضد مبادئك او ضد الدين عامة. فعلشان كده عايزك طول الوقت تشاركيني في اللي بتفكري فيه، تعرفيني ايه اللي جواكي، وخايفة خايفة تواجهيني بيه وخايفة تقوليهولي. يعني لو في حاجة مضايقاكي او في حاجة بتفكري فيها وشايفة ان ما ينفعش ان انتي تقوليها لي، لا اتشجعي وقوليها لي. لازم يكون انا وانتي في ما بيننا صراحة، لان الصراحة هي اللي بتقوي العلاقة، وهي اللي بتخلينا احنا الاتنين نتعرف على بعض بشكل اكبر. لكن الحواجز لو سبتي نفسك ليها، حبة حبة هتلاقي الحواجز بتكبر وبتزيد ما بيننا. حتى الحاجة اللي كنت النهاردة بتعرفي تقوليها لي وتتكلمي معايا، هتلاقي نفسك في المستقبل محرجة انك تتكلمي فيها، لان عقلك هيقولك ان ده كمان ما ينفعش تتكلمي فيه. عشان كده بقولك احسن حاجة لينا احنا الاتنين واكتر حاجة صحية لعلاقتنا، ان احنا الاتنين يبقى ما بيننا الصراحة. ان انتي ما تخليش حاجة في بالك ما مكسوفة تتكلمي فيها، او سؤال مش عايزة تتطرقي له معايا، حاجة كده تحسي بيها وتخبيها من باب انك مكسوفة مني. ما ينفعش يكون في ما بيننا احنا الاتنين كسوف، لان احنا الاتنين روح واحدة. انا اخترتك وانا بكامل قوايا العقلية، واخترتك بقلبي وبروحي، وتأكدت ان انتي الانسان اللي لازم هتشاركيني حياتي. فما ينفعش ابدا انك تخبي عليا مشاعرك، او انك انا أو تكوني بتتكلمي معايا بنص عقل او بنص قلب، لان عقل باقي عقلك بيقولك لا، الحاجات دي ما ينفعش تقوليها، او مشاعرك دي لازم تخبيها. بالعكس، انت لما تصرحيني بمشاعرك وانت حاسه ايه ناحيتي وايه اللي بيجي في بالك، ده هيخليني طول الوقت عارف ان انت مش مخبيه عني حاجه، طول الوقت متاكد ان كل حاجه بتيجي في بالك او بتحسي بيها بتقوليها لي. فبالتالي انا كمان عمري ما هخبي عليكي حاجه، ولا هحس بحاجه ومش هقولها لك، لان هحس ان انا وانتي فعلا شخص واحد. وهو ده بجد مفهوم الحب، الحب اللي انا حلمت طول عمري ان انا الاقيه، وما صدقت لقيتك علشان احقق احلامي دي معاكي. الحب ان انا اكون شايف بعينيكي وحس بقلبك، وانتي كمان تشوفي بعينيا وتحسي بقلبك نفس اللي انا بحسه. نكون احنا الاتنين روح واحدة بس في جسدين، نشوف الحاجة ونفسرها نفس التفسير. لما نحلم بحاجة نحلمها مع بعض، ونسعى ان احنا نحقق الحلم ده سوا. انا بعمل كده، بس مش عارف اخليكي ازاي تعملي كده معايا. علشان كده انا بلوم عليكي في الجزئية دي، وبحس انك قاسية قوي معايا. نفسي تتفكي وتتحرري من كل القيود اللي في دماغك دي، واللي مخلياكي مش بتطلعي كل مشاعرك وتطلعي كل اللي بتحسي بيه. بصدقيني، لو سمعتي كلامي هنكون اسعد اتنين في الدنيا، لان بجد وقتها
هيكتمل الحب الحقيقي اللي انا بحلم بيه، واللي انتي لما هتحسي بيه هتفرحي، وهتحسي ان انتي كنتي حارمة نفسك من حاجات كتير قوي. في ايديك انك انت دلوقتي تفرحي نفسك وتفرحيني. فما تسلميش دماغك للظنون وللأوهام والأفكار السلبية. خليكي طول الوقت مآمنة بيا وواثقة فيا زي ما أنا مآمن بيكي وواثق فيكي. وعهدت نفسي قدام ربنا إن أنا هكمل حياتي معاكي انتي، لأنك انتي الإنسانة اللي تستاهل إن أنا أكمل حياتي معاها، عشان انتي بجد أحلى شيء في حياتي كلها. انتي النعمة اللي بشكر عليها ربنا دايما. فما تخلينيش احس ان انا في حاجة ناقصاني في حبي معاكي، لان حبي معاكي ما ينفعش ان هو يكون ناقص. بجد انا بحبك، وعلشان كده فتحت قلبي وبقولك الكلام ده، ونفسي تفهميه وتنفذيه علشان تخلينا عايشين في سعادة. ايامنا الجاية بتاعتنا احنا، مش بتاعت حد تاني، فما تخليش حد تاني يحكم عليكي نعيش ازاي. بحبك. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، وربنا يجمع كل الأحبة يا رب في حلال ربنا، ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. دلوقتي أقول لكم السلام عليكم، واستنوني مع رسالة جديدة.